مين يا فندم؟ سهى. قولي يا سهى. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك؟ الله يسترك يا حبيبتي. بص فضيلة الشيخ، انا واقعة في مشكلة جامدة جدا. قولي. المشكلة اللي انا بيتي هيتخرب بسببها. بالراحة بس بالراحة. طيب ماشي مع حضرتك. انا كنت متزوجة كنتي وانفصلت. استني بس بالراحة بالراحة. كنتي يعني خلاص ننسى الجواز، اتطلقتي؟ عملت خلع. طيب. ماشي. اما طيب. عملت الخلع، انا اهلي صعيدة وما عنديش اولاد، فقالوا لي لازم تتجوزي وكده. المهم اتجوزت واحد قريبنا ده بعد بعد ما الخلع بشهر. خلعتي؟ بشهر. ماشي. بشهر؟ احنا سألنا الشيخ، في شيخ كبير، اقول اسمه ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، انت تقولي لي لازم طيب اروح لجنة حضرتك، الفتوى شيخ حبيبتي. كبير سألناه هل ينفع الجواز بعد الخلع. قال اهم حاجة تكون في حيضة واحدة بس. ماشي. فعلى هذا الاساس بعد الحيضة الواحدة دي اتجوزته. بعد ما اتجوزته ب5 سنين والدتي توفت ومعايا منه اولاد. فرحت عشان اسال عن ميراث، والدتي كتبت لي حاجه في الميراث، فرحت اسال في دار الافتاء. فمن اسئله الشيخ وكده قال لي انت اتجوزتي؟ قلت له وحكيت له اللي حصل. واتجوزت تاني قال لي جوازك باطل. ده دار يعني ايه الافتاء؟ قلت له يعني ايه حضرتك جوازي باطل؟ لما قال له حيضه واحده بس. قال لي لا، مفيش اسمها حاجه حيضه واحده بس، المفروض 3 حيضات. جوازك باطل. بس مش باطل ان هو في خطأ، فاحنا عايزين نصلح الخطأ ده. طب هو حضرتك كده يعني باطل، يعني انا مش متجوزه، يعني زنا؟ قال لي لا مفيش زنا. هيقع على الشيخ اللي قال لكم كده. قلت له ده مش واحد، ده 3 كبار، علماء كبار اتصلنا بيهم. راح قال لي هو اللي هيقع عليهم قال لي هو اللي هيقع عليهم الوزر، لكن انت وهو ما عليكمش وزر. على العموم اقعدي في بيتك 3 حيضات، وهو ما ينفعش بعد 3 حيضات يجيلك ويكتبي قدام شهود بينك وما بينه، يعني ما فيش كتب عقد ولا حاجه، بالبق كده. طيب وبعدين حضرتك انا هيطلع ولا مش هيطلع؟ قال لي انا بقول لك احنا هننزل دلوقتي عند النائب بتاع الافتاء. نزلنا عند الشيخ النائب، راح قال لي هو بالنسبه لك اجنبي، بالنسبه لك اجنبي، يعني مش هينفع. طب حضرتك انا جايبه منه اولاد. قال لي الاولاد خلاص ينتسبوا له، احنا هنصحح الغلط اللي حصل في الجواز. فاتصلت دلوقتي برضو بالتلفزيون شيخ زي حضرتك كده، قال لي امشي على دار الافتاء. الدكتوره سعاد دخلت في المداخله قالت لا، الخلع هو اسمه فسخ عقد مش طلاق. فسخ العقد ده يعني حيضه واحده بس، لكن لو طلاق يبقى 3 حيضات. قول لي حضرتك اعمل ايه؟ جوازي باطل ولا مش باطل؟ انا عندي منه اولاد وهو راجل حتى لو ما متوكل عندكيش الله منه جل. اولاد انا بشكرك وبقول لك وبقول لكل الدنيا اجابه في 3 ثواني هتريح الدنيا كلها ومن غير رغي كتير. اللي يروح لدار الافتاء ما يجيبش بلبله لنفسه ويبوظ دينه ويسال واحد لوحده ايا كان هذا الواحد، او الاحاد. وانا بقول للي اتطلقوا 3 مرات على الفتوى، لانكم عايزين لجنه. انا ما اقدرش اخرب البيوت، انا ليا في الطلاق الاولاني الطلاق الثاني حاجه زي كده، ومش عايز اعمل لك بلبله واقول لك اراء الفقهاء في عده المختلعه، لان فيها اختلاف كبير جدا. لجنه الفتوى او دار الافتاء او الدنيا كلها من يوم ما ربنا خلقها وكان في فقه وفي قاعدة زي 2 في 4 ب8، 2 في 5 ب10، بتقول إذا تم الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق، يعني 3 حيضات. طب ما تمش بلفظ الطلاق، مش عايز أقول لك الكلام ده بقى، أنا آسف مش هقوله. هقول حاجة واحدة بس، وهي اللي قالته دار الإفتاء 100% صحيح، ولازم نصلح العقود الفاسدة. والعقود الفاسدة الأولاد مش حرام، وأولاد الزنا العلاقة بينكم مش زنا، لأنكم لا تعلمون ولا تقصدون الزنا، وإنما نصلح العقود الفاسدة. العقود الفاسدة تصلح بإيه؟ زي ما قالوا لك، واعرفيها لله طول ما أنت عايشة. أسأل دار الإفتاء، أروح لجنة فتوى بالأزهر، ما أسألش حد تاني بعد كده. يا ريت الكلام ده يوصل لكل الناس عشان ترتاح وتريح وتبقى فاهمة دينها. أنت مش رايحة قهوة، أنت رايحة لجنة علمية موقرة محترمة، القرار قرارها، ما تسألش حد تاني أبدا.